ممكن ده اهم كارت احمر. دروس الحياه. دروس الحياه تتمثل عندي في نقطتين في الثلاث او اربع سنين الاخيره، خصوصا في حاجات هقولها بمنتهى الامانه. في حاجات في حياتك بتمر بيها صعبه، ولما بتمر بالصعب بيبان لك، بيظهر لك الاشخاص اللي حواليك. في ناس وانت في النجوميه والشهره، تيشيرت، فلوس، مش عارف ايه، لب لب لب، حاجات كتير، ابو الحقيقه وتذاكر ومش عارف ايه وخروج وبتاع. وبعد لما تحصل دروب حاجه مثلا بيختفوا، ولما تقف على رجلك يرجعوا لك تاني. بجاحه، بجاحه انسانيه. وفي احيانا الناس بتبقى قريبه قوي قوي، تحتاج تطبطب عليك، مش محتاج منها حاجه غير تطبطب عليك او تقول لي انا بدعمك، انا بساندك. التخلي وقت الشده، فبيظهر لك ناس انت ما بتتعاملش معاهم، فتظهر لك اكثر احتراما وخوف عليك من اي حد. فوقت الشده بيبين معدن الناس المحترم، ووقت الشده بيبين لك الناس اللي هي لا تستحق، اللي هي تكون موجوده اصلا، مش تكلمك، اللي هي لا تستحق تكون على تليفونك اصلا. فده الكارت الاحمر اللي انا اتعلمته في السنين الاخيره. ما تديش ثقه. ونصيحتي لكل الناس، كل الناس، اما اجي اتعامل في اي مجال، في اعلام وغير اعلام، في تمرين، ادي ثقه 20 30، عشان لما اللي يغزلك البعض تبقى بتضحك، ما تبقاش قاعد منتظر دمعه تغسل الوجع اللي بيجي لك في صدرك. لان مجتمعنا فيه منه وحش، يشد الناجح ويقلل من تاريخه، ولما تنجح يخلق لك اسباب وحشه قوي تمس سمعتك عشان النجاح اللي انت نجحته. ده حقيقه انا شفته بعيني. 4 سنين، 4 سنين فلسفتي اتغيرت. ما بقى حتى الناس اللي كانت قريبه مني جدا ما بحتاجش غير اللي انا اقول لها ليه ينفع منهم، ازيك، عامل ايه، انت كويس، اه الحمد لله. لكن ولا عايزك تتدخل في حياتي، ولا مستني منك راي اشاده ولا نقد. لانها سبحان يعني، ان انا عايز اقوله مهم برضو في الجزئيه دي، ان ولا انت بنعلي على بعض، عشان حاجات سيئه انا بشوفها كمان الايام الاخيره، ولا انت نجم اكتر مني ولا نجم اكتر منك. احترم زميلك واتمنى له النجاح. اي واحد ياخد حاجه اتمنى له النجاح، حتى لو قلبك اسود، خلي حتى صورتك قدام الناس تبقى كويسه.